المغرب تقريبا مع احترام الناس اللي ربما تفرح ما تفرحش الى اخره. اكبر فرحه متاعي اكثر من الانتصار، تعرفش شنو هي كيفيه الانتصار، هي الحكم الرائع، هي الحكم اللي لم يرتكب اي خطأ، هي باش التشكيك يقع على حول المغرب وكذا. اليوم المغرب اجاب فوق الميدان، المقابله كانت ممكن تحسم بضربات الجزاء لفائده نيجيريا وحد ما نجم يتكلم. اليوم حسمت لفائده المغرب، معناها المغرب باستحقاق وعدل، معناها ما عندكش اليوم باش تجبد اي حاجه شيء تخلي بعض الشك حول استحقاق المغرب. انا فرحتي بطريقه تعبتنا صحيح بضربات الجزاء صحيح، ولكن لو انتصر المغرب 2 أو 3-0 ربما ناس ستتكلم وتقول لا وهي محسومه للمغرب. لا، بالقريب بالذراع بالتعب بالاعصاب فرحت برشا، لانه فعلا اليوم للناس اللي تشكك وانه المغرب فعلا عن جداره وعن استحقاق. المغرب عنده مركب، المركب بتاع المغرب هو كاس افريقيا. المغرب عالمي ولكنه ليس بالافريقي، وهذه من المتناقضات ربما، انه المغرب عالمي ولكنه في افريقيا وكانه كاس افريقيا اصعب للمغرب من كاس العالم. ولكن المره هذه الحقيقه حسينا وانه اللاعبين رغم قيمتهم كلهم كانوا مجندين، اليوم جنود. اليوم راهو المنتخب المغربي صحيح نحكيو على بونو لانه جاب الترشح، نحكيو على اشرف حكيمي، نحكيو لما فما زوز لاعبين بالنسبه لي انا مظلومين في الفريق المغربي، ما يتحدثش عليهم حتى حد، ربما يتحدث عليهم هكا تباعا سياقا. هو بطبيعه الحال اللاعب العيناوي ما لا لاعب وسط الميدان وعجوبه، واللاعب المزراوي حقيقة هذا من الزوز لاعبين ماك تعرف في كل فريق فما اكل جماهير اللي تقربهم وتحبهم، فما لاعبين بالخفاء في الخفاء يمكن مجهودهم اكبر، مش اكبر، قتاليتهم اكثر، مش عادي مجهودهم اليوم غير عادي. رغم اللي كي تجي تسمي كل اللاعبين، ولكن الزوز لاعبين هذم انا الحقيقة حبيت نعطيهم نرفع لهم القبعة ونقول لهم فعلا اليوم كنتم انتم ابطال المخفيين، واليوم ان شاء الله وجوهكم ونشاطكم ومردودكم يرفع للشمس. هذا من زوز لاعبين.